اهلا بك عسام. إذا زي ما تقول أنت الرقابة والحملة اللي صارت مؤخرا فما ناس هي الحقيقة فرحانة بها، لكن أنت تقول راني تعرضت للمظلمة ومشيت في العفس. انا الحقيقه زاد سما ساعه بارك الله فيك على اتاحه الفرصه. مرحبا بك. وانا الحقيقه فرحان كما بقيت الناس على الحمله هذه وندعمها معناتها بشكل كبير، خاطر ما فماش يكون مش متضرر معناتها اي واحد عنده اكتيفيتي كوميرسيال في معناتها في تونس متضرر من التهريب ومن المهربين ومن الحكايات هذوما الكل. لكن اللي صار معايا اني الحقيقه جاوا للنزل نتاعي بطريقه يعني كبيره برشا. انا ما كنتش موجود، العباد اتصلت بيا من الاول، اول ريفلكس معناتها كل لطف معناتها تخيلت انه فما عمليه ارهابيه، معناتها الطريقه والعدد نتاع العوان والسلاح والجيلي باربال وكل شيء معناتها حاجه مريعه معناتها. معناتها كان الاخوه معناتها في الديوانه وكل كانوا ينجموا يجيوا يدخلوا من الباب ريسبسيون، تفضل قلنا حلوا لنا الدبوات الكل بتاعكم مرحبا وعلى راس والعين وما عندي حتى اشكال. انا بريتو مانيش في سوق هكا ولا في منطقه واحد ولا كذا، ينجموا يدخلوا مانيش رد الفعل ولا باش نقوم بحاجه الا باش تسيء للواحد. واضح. اكثر من هذا الكل انا بصفتي كاتب عام الجامعه الجهويه نتاع النزل في مستير اللي نحضر في الجلسات الامنيه، معناتها مانيش انسان نكره، الناس الكل تعرفني، السلطات الجهويه الكل يعرفوني، كانوا ينجموا يتصرفوا اوترومون. فهمت؟ هذا هو اليوم السؤال سي ايمن. نعم. عن ماذا كانت تبحث الديوانه؟ لا شوف بربي خليني لحظه سي ايمن لو تسمح بربي انا نقول بالنسبه لسي ايمن اللي هو معناها صاحب نزل. يبدو انه مشى ضحيه وشايه مغرضه بطبيعه الحال، معناها الديوانه كل معلومه كما الامنيين كل معلومه يلزم يتحروا فيها ويلزموا يتاكدوا منها. قيل لهم ربما الوشايه وانه سي ايمن عنده معناها في النزل نتاعو معناها بضاعه مهربه. هذا معناها دعاء بطبيعه الحال في الظرف هذا اللي نعرفوا. علاش نقولوا يا ناس بالله يردوا بالكم ما نبداوش نلعبوا مع الامن وما نبداوش نلعبوا مع الديوانه. عندي بونتو بزيد ولا بعمر نقول برا راهو عنده راهو مخبي كذا كذا. بطبيعه الحال الديوانه في الظرف هذا هي والامن باش يهبطوا بكل قواهم وعادي جدا. عادي. ما نعرفش سي ايمن شنو ردة فعلك؟ انا هذا هو معناتها اللي تقلقت منه. علاش قلت لك انا معناتها انا مانيش انسان نكره، معناتها الناس الكل تعرفني. ينجم معناتها جاتك وشايات الامن لهنا في المسير ينجم يقوم بالتحريات نتاعو، فما ألف طريقه يعني، والبلاصه معروفه وفي منطقه حيه وكل شيء، معناتها ينجموا يتبعوا. بريتو انت شنو باش تدخل مثلا نقولوا احنا جدلا اللي انا باش ندخل سلعه، باش ندخل سلعه اللي حاجه واضحه معناتها وكل تنجم تحط الناس تراقب، تنجم الامن يكون موجود هكا من بعيد يتبع، فماش يدخل سلعه فماش يخرج فماش كذا. اما باش يجي انسان ما عنده ما يعمل في حياته يقوم يعطي وشايه، الامن ما يقومش بخدمته ما يقومش بالتحريات نتاعو، وباش يجوني بالطريقه هذيك في محل تجاري معناتها واحد سمعته في الميزان موش معقول بصراحه، بكل صراحه. لا الطريقه ما عجبتنيش، ولا ما عجبنيش اكثر من هذا الكل انه بعد ما قاموا بالتفتيش معناتها في الاماكن الكل اي مكان طلبوه انا حليته. فما اماكن ما ندخلهمش معناتها نقعد بالشهرين بالثلاثه معناتها في المدينه ودخلوا لهم وما عندي حتى اشكال. لكن بعد ما يقوموا بهذا الكل حتى كلمه سامحنا لغالب راهو معلومه جات خاطئه او حاجه ما نسمحهاش، والله ما قالش ربي. سي ايمن البعض معناها قعد موقوف في السجن لسنوات تنجم تقول، بعد خرج معناها ببراءه وظلما وما قالولوش سامحنا. انت نقول انا اي معناها يعني معناها طريقه حضاريه فقط، طريقه حضاريه يعني معناها في التعامل. واحنا معناتها بريتو اولاد الدوله هذه ونحميو في الدوله هذه وحمينا الدوله هذه. اي في النقطه هذه سي ايمن احنا باش نعولوا لهنا على وطنيتك. يعني هذه الحملات هي حملات في الغالب تكشف عن امور خطيره جدا، طاح عليك الدهك مره ما يسالش. هذا يعني جهاز قاعد يخدم في خدمته ونحيوه على خدمته، صار عليك مره تجاوز ما يسالش. نحاول نقولوا انه هذه هفوه، واحنا هنا باش نلفتوا نظر هذا الجهاز للهفوه هذه وباش نسمعوا رده. شكرا ليك انت على التدخل معنا. بركه بالله كلمه برك. ايوه انا حاجه برك معناتها توا بالنسبه لقانون حمايه المبلغين هذايا مازال تو في رفوف مجلس النواب ما تمتش مصالحه عليه حتى الان. هذا اللي في بالي به. انا نطلب من الاجهزه الكونسيرني معناتها اجهزه الديوانه كان يعملوا مزيه
ما نعرفش شنو الطريقه اللي يقوموا بها، انا حاشي بالمبلغ هذا. لا ما يعطيوك سي ايمن. عليه ما نتصورش. لا ربما هذاك معناها سر يبقى معناها خاطر هما ينجموا يتحركوا. اذا كان بلغ هو 10 مرات ومره ما خطفتش، معناها هو مصدر من المصادر نتاعهم. اللي حاب نقول لكم انه حاسس ان هي حكايه امور شخصيه. انا انه انسان قايم بدور انه ما عادش انا مواطن. انا قلت لك يا سي ايمن ربما انت مشيت ضحيه وشايه مغرضه فقط، لكن انا في بلاصتك بكل صراحه ما نلومش على الديوان وما نلومش على الامن، مش دفاعا عنهم، لا، خاطر حتى انت لا قدر الله نهار اللي تصير حاجه في النزل نتاعك وتبلغهم يجيو يجريو. مثال يا خويا، مرحبا بهم، احنا وجودهم في الدور نتاع الديوان امنين بهم، معناتها هذا معناتها ما نحبش معناتها يوصل لذهن الاخوه في الديوان انه مثلا متقلقين، بالعكس احنا معاكم وبلا نجموا نعاونوهم. ومثال اون فوا سي ايمن، اون فوا ني با كوتوم، راهي تهنى. هو التفاعل معاك سي ايمن، ولو هو طرح سي ايمن سؤال مهم جدا. السؤال هذايا هو في موضوع علاقه المواطن بالامن مهما كان السلك نتاعو. احنا معناها بطبيعه الحال الناس كل ضد مع العلاقه الباهيه والهادفه والبناءه بين المواطن والامن خدمه للبلد. ايوه. انا ما نمشيش معاك سي ايمن في انك تعرف المبلغ، لانه المبلغ ينجم يكون زاد بحسن النيه قال المعلومه هذه، ولكن اني معاك الحقيقه في انه بعد ما تقوم اعوان الديوانه بالعمل نتاعهم كما يجب، معناها خلينا نقول عملا بالمعلومه اللي جاتهم، ما فيها باس راهي المساله حضاريه فقط، راهو نحتاج الى علاقه بناءه وعلاقه ممتازه بين المواطن والامن، لانه فما سمعه تجاريه في الميزان. يعني العقليه هذه ايش نقول ما عندناش نبنيوها. هاو باش نشوفوا الرد نتاع الديوان شويه اخر. شكرا لك سي ايمن ذويب على التدخل معنا. الله فيكم انتم وربي معكم راديو رباط FM. شكرا لك ومرحبا بك. ديما الامان. شكرا لك. اذا عنا على الخط الثاني سي محمد علي مزالي العميد في الديوانه. مرحبا سي محمد علي. اهلا وسهلا، مرحبا بك اخي وفت الزملاء اللي معك وكافه مستمعي رباط FM. مرحبا بك سي محمد علي. اذا سيد العميد، الحديث اليوم هو حول النجاح نتاع الحمله نتاع الديوان هذه. برشا ناس كنا نحكيو فرحانين بها. عندنا حاله نتصور كنت اسمع بها، قال راني مشيت في وشايه في يعني ممكن امور كيديه وغيره، نسمعوا ردك عليها، لكن بدايه لو تعطينا الحصيله نتاع الحمله هذه. كما تعرف تندرج في اللجنه مكافحه التهريب. سيد العميد، سيد العميد لو فقط تغير شويه مكانك لانه كاليتي نتاع الصوت ماهيش حسن. الصوت ماشي واضح مليحه. واضح الصوت هكا سيد العميد، تفضل. تو هيك واضح سيد العميد، تفضل. قلت لك كما تعرف العمل نتاع فرق المصالح الديوانيه هو يندرج في نطاق العمل نتاع اللجنه الوطنيه اللي مكافحه التهريب، ومش جديد. معناها الفرق يعني يوميا معناها من مكان لمكان تقتفي في اثر معناها المهربين هذوما واللي عندهم مخازن وفيها سلع معناها مهربه ومعناها ما تستجيبش المواصفات. الحمله اللي كانت امس نهار الثلاثاء يعني غرة نوفمبر مشات في برشا مناطق، في المسير، في البقالطه، في الوردانيين، في بوحجر، في خنيس، وبالطبيعه شدوا برشا معناها مواد مهربه. الحصيله نتاع المحجوز كان تسمح المبلغ نتاعها تقريبا حوالي 850 ألف دينار، قربت مليار. الو اي نسمعوا فيك سيد العميد. وبالطبيعه العمل هذا عادي مش شيء معناها جديد، يعني هو نجاح من جمله النجاحات اللي حققته معنا فرق المصالح الديوانيه. سيد العميد، ممكن الحمله هذه خاطر حسيناها الحقيقه احنا في البلاد، يعني ريت حديث كبير يدور عليها في المناطق خاصه اللي تكثر فيها المحلات التجاريه، ريت محلات تجاريه مرخصه وبالباتين نتاعها وامورها مريقله، ما عندناش نحكيو على نصب، ريناهم يسكروا خوفا من انه الديوانه تجي وتشوف شنو عندهم الداخل، وهذا يطرح نقطه استفهام كبيره. اذا كان احنا كنا قبل نحاربوا نصب اللي تبيع في المهرب، اليوم باش تولي عندنا محلات تجاريه مرخص فيها تبيع في المهرب. المحلات التجاريه ومن قال لك ان تبيع في مواد هي مهربه؟
اذا كان الديوانه وقتها تمشي للمحل تهبط على محل من المحلات، يعني بتعاين ولا تعمل مداهنه، يلزم صاحب المحل يكون عنده الفاتورات اللي معنى الاقتناء بها السلعه نتاعه. اذا ما عندوش معنى فاتورات ما يثبت من شريه سلعته مجهوله الهويه، وعليه الديوانه من حقها باش تحجز السلعه هذيك وتحرر المحافظ في الشان. واضح سيد العميد، يعني تقول انت الديوانه المساله ممكن حتى مش السلع المهربه كهو، حتى السلع اللي ما تتشراش عبر القنوات الرسميه والقنوات القانونيه. ما فيش شك ويتنزل في اطار ثم حتى معنا السجائر اللي هي تونسيه ولكن ما في القنوات الرسميه نتاعها. كان رسمان نرجع معنا كلمه صغيره على الاخ ايمن اللي قال ديموا عليها في النزل نتاعو في النزل نتاعو. ايوه يعني باتصالي بالاخ امر الفصيل نتاع فرقه الحراسه والتفتيشات بالمسير ياكد لي انه راهو مش صحيح هذايا ما دخلوش للوتيل نتاعو، سواء انه بجانب اللوتيل نتاعو اللوتيل فما عنده بجانب اللوتيل نتاعو النزل نتاعو فما محل للتجاره. الباري هو كريه الاحد معناها اصحابه ولا معناها احد نتاع الهواتف الجوالي هذاك رسمي ولا مش رسمي، اما ياكد لي انه ما وقعش الدخول للمحل نتاع للنزل نتاعو لغايه ما في الامر انه دخلوا للمحل التجاري المحارب للنزل. واضح هذه معلومه كذلك ومعناها مؤكده وصحيحه 1000%. واضح سيد العميد. قيس سيد العميد، باش نطرح عليك سؤال في المطلق، هو الحقيقه مش في الحادثه هذه فقط، وانما يعني خلينا نقول في العمل نتاعكم، ربما هذه خصوصيه والا مساله عندها البعد القانوني. اذا جات الديوانه ومشات المحل ومعناها وفركسته وما لقاتش خلينا نقول السلعه اللي وقع الاعلان عنها او ربما عن طريق معلومه معينه، بعد ما تتم العمليه هذه الكل، يعني ما ضر ان نقول اعوان الديوانه وقت اللي خلينا نقول يتواصلوا بطريقه ايجابيه مع السيد ويقولوا له راهو هذا العمل نتاعنا وراي جاتنا معلومه ويلزمنا نخدمه، وهذا هو معناها خلينا نقول من قال لك انه ما تعاملوش معه باسلوب حضاري؟ لانه احنا شنو اللي بناء على ما قاله سي ايمن ذويب قال بطبيعه الحال. هاني سالتك انا في النقطه هذه العوده عليه ما تبقى ما نتصورش انه الفرق نتاع فرق الحراسه والتفتيشات الديوانيه معزز بوحدات امنيه انه باش تدخل تقتحم محل او تقوم بمداهمات ومعناه باش تستعمل يعني اساليب والفاظ معناها سوقيه. اي في النقطه هذه لا سيد العميد ما حكيناش على الفاظ سوقيه، قلنا انه فقط كيف ما لقاو حتى شيء علاش ما يقوموش بالاعتذار من السيد وكهو. لكن احنا في النقطه هذه يا سيد العميد، في النقطه هذه انتم كيف تجيكم معلومه معينه من طرف معين حول موضوع ما، هل تقوموا بتحريات معمقه قبل ما تمشيوا للمداهمه ولا؟ بطبيعه الحال قلت لك هذا العمل اللي هو يندرج معنا المداهمات اللي وقعت امس في المدن اللي ذكرتهم لك ولا في ولايه مسير، راهي عمل نتاع لجنه وطنيه مش نتاع لجنه جهويه، على مستوى وطني تنسيق كامل على مستوى معناها تونس كامله، مش يحكوا رؤوسهم وقاموا ودخلوا معناها عنوه للمحلات هذه. فما دراسه وفما استراتيجيه وفما برشا معناها تحريات ومعناها ومتاكدين من الشيء اللي يعملوا فيه، فهمتني يعني. واضح سيد العميد. مش امور معناها اعتبار قام في الليل وقام رقد وقام ومشي مع المحلات، ولا بريفوني انه شدوا برشا السلع معناها القيمه نتاعها تفوت 850,000 دينار قريب المليار. معناها نورمالمون المواطن هو وغيره معناها يستبشروا بالعمل هذايا وبالنجاحات هذه، لانه المواطن غدو يولي معناها مطمئن على روحه وعلى قوته على السلع، يعني خاطر فما مواد نتاع غذائيه اللي هي كيما الشوكولاته كيما البيبسي، مواد معناها مش كل معناها مواد استهلاكيه باش يستهلكها المواطن. واضح سيد العميد. ترضى انت تشري معناها شوكولاته مجهوله الهويه ولا؟ لا اكيد واحنا نحييكم على العمل نتاعكم. هذه الحملات هذه حملات هامه جدا في اطار الضغط على الظواهر هذه وانقاذ الاقتصاد الوطني، وهي لا تقل اهميه. البارح قلنا ما تقلش اهميه ابدا على محاربه الارهاب، لانه فما الارهاب الفعلي العسكري والارهاب الاقتصادي وانتم قاعدين قايمين بدوركم، وتحيه كبيره لكم. وان شاء الله نراو الحملات هذه بصفه مستمره وما تكونش موسميه فقط. يا سيدي ناكد لك انه الحملات هذه باش تتواصل وما هيش موسميه وباش تقعد على مدى الايام. واضح. شكرا لك سيد العميد.